ما يمكنش المغرب يعمل كل شيء هادشي اللي يعمل باش ينصع الصوره ديال افريقيا، يعطي لافريقيا بطوله تليق بمستقبلها بتطلعاتها. منين نجي انا نعمل هادشي كله ويجيو ناس اللي هما مجرد صناع للفرجه يعملوا يعيثوا فسادا في كاس افريقيا الامم، من لا اقبل هذا الامر. ما كنتكلمش على بابتياو لوحده منيب، لا بدايه من بدايه البطوله، من تصريحات، من الكولاسه، من المدربين كيطلعوا لي من الساطين الصحفيه ويواجهون صحفيين ويتكلمون على التحكيم وعلى التشويش وعلى كذا. المغرب كان يحتاج الى مرآة عاكسه لتظهر له حقيقه مجموعه من الاشياء، وظهرت هذه الحقيقه وانا غادي نقولها الغربال ونقولها بصرامه. اليوم الناس غيشوفوني بواحد الوجه اخر، صرامه، بركه. هاد الناس بحال اللي تنقولوا كبرنا لهم الطنوش بزاف، سي ترو. انا وغادي نجي غنقول علاش. اذا نديروا حنا هادشي كله ونجيو باش تقول لي اليوم غادي نرفع القضيه للفيفا والكاف، او الكاف هي الجهاز اللي كينظم كاس افريقيا الامم، وننتظر منه ان يعطيني اللقب. يعطيني الصدقه. المغرب كيقبل بالصدقه؟ لا ابدا، يخليوه عندهم ولو يكون هذا الكاس كينبت ذهب. لا يشرفوني، شوف لا يشرفوني.